فنستأنف بحول الله عز وجل ما بدأنا به الحصة السابقة التي افتتحنا بها هذه الدروس المستأنفة لهذا المسجد المبارك، وبينا وقررنا أن بحول الله ندرس في هذه الحصص أو في هذه الدورة دروسا في العقيدة الإسلامية. وقد اخترنا كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام الإمام أحمد بن تيمية رحمه الله، وذلك لأمور تتعلق أساسا بطبيعة الكتاب. المتن المدروس حصل عليها إجماع من علماء السلف في زمانه وبعد زمانه، وللإمام الذهبي رحمه الله محدث زمانه كلمة عجيبة في هذا، وذلك أنه حينما ناظر ابن تيمية خصومه فيما يتعلق بالعقيدة أخرج لهم هذه الورقات، أي ما يسمى بالعقيدة الواسطية، وقرأها أحد تلامذته على الملأ فأجمعوا على أنها عقيدة سلفية صحيحة. سنبين بحول الله جل وعلا معنى هذا الكلام، وقبل ذلك نشير إلى أن لفظ واسطية، العقيدة الواسطية، فكثير من الكتب التي ألفت في العقائد تنسب إلى صفات مختلفة، هذه العقيدة الطحوية، وهذه العقيدة النسفية، وهذه العقيدة الواسطية، وهكذا. هذه التسميات إنما هي تعريفات لقبية لا قيمة لها ولا علاقة لها بالمضمون إطلاقا، يعني ما عندهاش علاقة بالمعنى ديال العقيدة، وإنما هي تعريف مرتبط إما بشخص أو بمنطقة أو بشيء من هذا القبيل لقصد التعريف ليس إلا. فالواسطية هي نسبة إلى واسط، وهي بلاد في المشرق العجمي واسط، وذلك أنه جاء قاض من قضاة واسط إلى ابن تيمية، وكانت واسط آنئذ قد احتلها التتار قوم همج هجموا على البلاد الإسلامية في أواخر القرن السابع وأوائل القرن الثامن للهجرة، وعاثوا في الأرض فسادا وقتلوا النساء والصبيان والشيوخ ودمروا البلاد والعباد. ومعلوم قصتهم في إحراق مكاتب بغداد التي ألقيت في نهر الفرات، فتحول النهر رغم تدفقه إلى سواد. كانوا ناس همج ما يعرفوش العلم، حلوا حوش تتار، حرقوا المكتبات ديال بغداد ورموهم في الواد ديال الفرات، تخوض الواد لكثرة ما أحرق وحرق من الكتب. هؤلاء التتار سلطهم الله جل وعلا على المسلمين في زمن انصرفت فيه الناس إلى البدع والضلالات، وكان فيه لأهل الخرافات شأن ورياسة، فكان ذلك من عقاب الله جل وعلا، نعوذ به سبحانه من عقابه وعذابه في الدنيا وفي الآخرة. جاء هذا الرجل القاضي من بلاد واسط يشكو إلى ابن تيمية رحمه الله، يشكو إليه حال المسلمين هناك وما هم عليه من ضلال وبدع فيما يتعلق بالاعتقاد. فمنهم من ينكر صفات الله جل وعلا، ومنهم من يؤولها تأويلا قبيحا، ودخل الناس في كلام لا أول له ولا آخر من حيث الضلالات والعياذ بالله. فأشار عليه ابن تيمية ببعض ملخصات العقيدة السلفية، قال له اقرأوا شي كتاب من العقائد فهو كثير، فأبى القاضي إلا أن يكتب له ابن تيمية بيده مختصرا. وتحت إلحاح ذلك الرجل اضطر ابن تيمية رحمه الله إلى كتابة هذه العقيدة المختصرة ملخصا. يعني ابن تيمية ما كانش يخرج من عقله، ما كان يؤلف العقيدة يعني من تأليفه المحض، لا، وإنما كان يجمع ويلخص من عقيدة السلف الصالح نصوصا، أولا من كتاب الله، ثم من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم مما أجمع عليه الناس من الصحابة والتابعين من الفهم، لأنهم لا يجمعون على شيء يزيد على الكتاب والسنة في العقيدة. ممكن الإجماع يحصل في الفقه،
في الاجتهاد إنشاء، يعني يجتهدوا ويضيفوا واحد الحكم قياسا ويكون عليه إجماع. أما في العقيدة لا، في العقيدة إنما يجمعون على فهم معين. قد يرد الحديث مثلا أو ترد الآية من آيات العقائد بدلالة تحتمل عدة معان. يمكن تجي الآية من القرآن يمكن تفهم منها شحال من معنى، لأن اللغة العربية حمالة أوجه، فيأتي الصحابة أو من بعدهم من التابعين فيجمعون على معنى معين من تلك المعاني، يحيدوا المعاني كلها ويقولوا هذا هو المعنى المقصود، هذا هو الذي عليه منهج رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيكون ذلك المعنى لازما للخلف أي لمن بعدهم إلى يوم القيامة. كتب ابن تيمية رحمه الله هذا المختصر من هذه المصادر، أخذها من هنا وكتب. فإذن الاجتهاد في هذا في حقيقة الأمر لا يتعدى حدود التلخيص والتركيز. الاجتهاد ديال ابن تيمية فين كاين في هذا الأمر؟ إنما هو تلخيص وتركيز، بدل ما يعطيك كلام طويل كيلخص لك الأمور ويختصره، فبدل أن يأتي مثلا بالآيات الكثيرة يأتي بأبينها وأوضحها وأدلها على المقصود، وكذلك في الحديث. ومن هنا كتب الله لهذه الرسالة الذيوع والانتشار. الله سبحانه وتعالى دار البركة في هذه الرسالة التيمية أو العقيدة الواسطية، وانتشرت انتشار في زمانه، نسخت منها آلاف النسخ. يعني ابن تيمية مازال حي رحمة الله عليه، وبدأوا الناس ينسخوا منها نسخ الكثيرة، ما كانت شيء المطبعة بحال اليوم، ولكن كان هناك النساقون ينسخوها بيديهم، فنسخ منها الكثير في زمانه رحمة الله عليه، وبعد زمانه طبعا إلى يوم الناس هذا. لأنه كما ذكرت قبل في المقدمة من الحصة السابقة، العقيدة إما أن تعرض بمنهج كلامي أو بمنهج تربوي. فأما المنهج الكلامي فهو منهج علماء الكلام، وقد اضطر إلى استعماله بعض علماء السلف في مواجهة أهل البدع. وإما أن تعرض معرضا تربويا، وذلك منهج القرآن. منهج القرآن العظيم والسنة النبوية إنما هو في العقيدة إنما هو عرض التوحيد عرضا تربويا، يربط العباد بالله وباليوم الآخر ليثمر ذلك في قلوبهم خشية وخشوعا، وفي أعمالهم انضباطا وسلوكا. كثيرا ما كان الشيخ الألباني رحمة الله عليه ينعى على تلامذته كي يتأسف على التلاميذ ديالو أو بعضهم أنهم اشتغلوا بالتحلية ولم يشتغلوا بالتخلية. والمقصود بهاتين العبارتين، وهما عبارتان تربويتان، أن التحلية تتعلق باكتساب المعارف والعلوم، والتخلية تتعلق أساسا بالتخلي عن ذميم الصفات وعن خبائث الأخلاق وعن سيء المعاملات. وهو صحيح مشاهد، كلما فرق الإنسان المسلم بين هذين إلا وقع في انشطار الشخصية كما يعبرون اليوم. وإنما العقيدة السلفية الأصيلة أن تجمع بين توحيد الربوبية مثلا وتوحيد الله في أسمائه وصفاته، وبين مقتضى ذلك في القلب وفي العمل. وهذا الذي كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه والتابعون لهم بعد على منهج السلف الصالح. قبل أن نشرع في بيان أو في تتبع كلمات ابن تيمية، أقول إن عبارة سلف ظهرت عندما جاء الخلف من أتباع التابعين وظهر فيهم الانحراف وفشى فيهم الكذب، حينما اضطر الناس من العلماء طبعا إلى الاهتمام بالسند إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. الصحابة بينتهم والتابعون كانوا يحدثون عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم يكونوا في حاجة إلى سند. شنو هو السند؟ هو الرجال، سلسلة الرجال التي تروي الحديث. الصحابة ما كانوش يقولوا حدثني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأمرين. الأمر الأول أنهم كانوا هم سمعوا من رسول الله عليه الصلاة والسلام،
والأمر الثاني أنه ما كان أحدهم يتثبت تكذيبا لهم، فطلب السند ما كانش، لأن الحاجة إليه لم تكن بشكل طبيعي، لأن الناس كانوا يسمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، ثم لأن ظاهرة التثبت لم تظهر بقوة إلا بعد أتباع التابعين. أما مع الصحابة كان عمر يتثبت من الحديث، وعلي أيضا كان يستحلف من يحدث عن رسول الله من الصحابة. وقصة عمر مع أبي موسى الأشعري: لا تأتيني بشاهد على هذا وإلا فعلت بك كذا وكذا، ذلك كله معلوم، لكن لم يكن ظاهرة ولم يكن علما مؤسسا، وإنما نتحدث عن السند والتثبت وما يتعلق بعلوم الحديث بمعناها الاصطلاحي. هذا لم يظهر إلا بعد جيل التابعين فمن بعدهم. ربما كان الصحابي أحيانا يحدث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم يكن قد سمع. يمكن تلقى واحد الصحابي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ما حضرش هذاك الحادث يعني الواقع اللي تقال فيه الحديث، وإنما يرسل الحديث وهو المرسل. يعني هو راه سمعه، مثلا أبو هريرة ربما سمع رضي الله عنه، ربما سمع حديثا عن علي يحدث به عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيحدث به أبو هريرة مباشرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن كانت عنده الثقة الكاملة أن علي ما غادي يزيد ما ينقص في الكلام. ولكن من بعد حينما ظهرت البدع وظهر الكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام، اشترط الناس في التحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام الأسانيد. جيت تقول قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، واجب أن تقول من حدثك، والذي حدثك من حدثه، وهكذا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. ويدرس بعد ذلك السند من حيث اتصاله، واش فلان عاصر فلان واتلقى به ولا ما اتلقاش به كما هو على شرط البخاري، أو عاصره أو لم يعاصره أصلا كما هو على شرط مسلم وجمهور المحدثين. ثم هل هناك تدليس في الحديث وإن حصلت معاصرة أم لا؟ يعني النقد ديال المحدثين كان كأدق ما يكون النقد. ما رأيت من علوم النقد في علوم الغرب وفي علوم المسلمين في الآداب والتاريخ أدق من أهل الحديث في نقد أسانيدهم، شيء عجيب جدا. قد نأتي على هذا بحول الله في لاحق الأيام إن شاء الله. وإنما نقول حينما أسلم العجم كأهل فارس اللي كتسمى إيران دابا وغيرهم، دخلت العقائد المنحرفة إلى بلاد المسلمين، لأن الإسلام ما كان يكره الناس على العقيدة الإسلامية ولا على الإسلام، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فقبل من المجوس وهم عباد النار أن يدخلوا مع أهل الذمة وهم اليهود والنصارى، على أساس أن يؤدوا جزية عن يد وهم صاغرون للخلافة ولبيت المال. هنا حينما دخل هؤلاء بعقائد محرفة جعلوا ينشرونها بين المسلمين، وبعضهم أي بعض هؤلاء العجم أسلم ظاهرا، وهو يقصد أن يخلط أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام بعقائد المجوس، وقد حصل. وهؤلاء هم الذين كانوا يسمون آنئذ بالزنادقة. حركة الزندقة في التاريخ هي هذه، ناس من الفرس سلموا في الظاهر ولكن دسوا عقائدهم في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي تأويل الآيات القرآنية، وهم الذين أحدثوا البدع من أهل الفرق والضلالات التي استغلت الخلاف الذي حصل بين الصحابة حول الخلافة أو الإمامة العظمى، فدسوا في المسلمين كثيرا من التحريف. يقول ابن تيمية رحمه الله: بعد البسملة وحمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، أهل السنة والجماعة. هذه عبارة جامعة لطيفة. إذن ابن تيمية رحمه الله يلخص لنا ويسهل على طلاب العلم وعلى المسلمين أجمعين مجمل عقيدة الإسلام. العقيدة السلفية هي العقيدة الإسلامية، ولكن لما سميت سلفية؟ قلت الظروف التاريخية التي مر بها المسلمون حينما دخل العجم
بلاد المسلمين وأحدثوا فيها الحوادث والزيادات من الضلالات. وبداو هالعلم اش كيديروا؟ كيقولوا هذا الكلام جديد ولا قديم، أي هل هو من كلام السلف وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان، أم هو من كلام الخلف والخلف اللي جاءوا من بعدهم؟ وإنما المقصود بالخلف الذين جاءوا بالضلالات عند اتساع الرقعة الإسلامية. فكلمة السلف يعني جاءت في ظروف تاريخية معينة، وإلا في الأصل هو الإسلام، العقيدة الإسلامية، هذا الأصل. ولكن اضطر الناس إلى التميز حينما اختلط الحابل بالنابل، تخلطت البدع بعقائد المسلمين وبعبادات المسلمين، ولا العلماء طالبين يبينوا شنو هو العقيدة الصافية الصحيحة وشنو هي العبادة الصافية الصحيحة. ولذلك في القرن الثامن الهجري حينما طغى الضلال على المسلمين بعث الله ابن تيمية بعثة تجديد، لا بعثة وحي طبعا. ما نقولوا البعثة، بعثة فيها جد أنواع: بعثة الرسل وهي بعثة وحيين، وبعثة العلماء وهي بعثة تجديد. إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد دينها. ونشهد بحق إن شاء الله أن ابن تيمية وغيره من علماء عصره العاملين الصالحين كالإمام الشاطبي في الأندلس وتلميذ ابن تيمية ابن القيم، هؤلاء كانوا علماء مبعوثين لتجديد الدين. جاء فكتب هذا الكلام: أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. وفي هذه العبارة من العلم والحكمة ما لو بقينا الساعات الطوال دراسة ومدارسة وشرحا ما ننتهي. قبل بيان هذه العبارات أقدم تقديما حول قضية العقيدة ومشكلتها التي كانت بين الخلف والسلف ولم تزل الآن تظهر في صور شتى. بعض علماء العصر بعضهم جازاهم الله خيرا يقولون كلاما، أقول بعضهم ما أحسبه إلى الصواب بل هو إلى الخطأ، وذلك حينما يزعمون أن قضايا العقيدة قد حسمت ما نحن في حاجة إليها اليوم، وأن الكلام في الكلام هو حديث عن معارك كانت قبل. هذا قول بعض أشياخنا وأساتذتنا، أعرفه وأحسبه من الصالحين إن شاء الله، لكن مع ذلك هذا الكلام خطأ. لما؟ لأن قضية الاعتقاد وقضية الكلام صحيح أن فرقة المعتزلة مثلا بالمعنى القديم ماتت، وكذلك المرجئة بالمعنى القديم، والأشعرية بالمعنى القديم، والخوارج كلها بالمعاني القديمة وبظروفها القديمة ماتت حقيقة. لكن الأفكار الاعتزالية موجودة اليوم، والأفكار الأشعرية تسري في عقول كثير من الناس، وكذلك الإرجاء وغير ذلك من المظاهر. فوجب فعلا أن نعي هذا القديم وندرسه من أجل أن نتحرز لديننا وأن نعرف ما عقيدة الإسلام الصحيحة. هذا أمر واجب على كل مسلم ومسلمة، لكن بلا غلو وبلا تعمق وبلا تكلف. مش واجب يعني على المسلمين أنهم يتعمقوا في هذه الخلافات، لا أبدا، فهذا تكليف ما لا يطاق، وهو أمر لم يعرفه الصحابة. وإنما المطلوب أن يعرف المسلم صفاء العقيدة كما هي في كتاب الله وكما هي في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم بالتبع أن يعرف مجمل معنى العام، مجمل البدع. مش ضروري يتفرغ لمعرفة كل البدع. كان بعض الصحابة يسأل عن الشر مخافة أن يلحقه، ولكن لم يكن كل الصحابة يسألون عن ذلك. وليس معناه أن على المؤمن أن لا يسأل عن الشر، لا، ليس هذا هو المعنى، ولكن يجب أن نعرف مجمل الشر حتى لا نقع فيه فعلا. أما أن يتفرغ الإنسان لتتبع فرق الشر فربما فتن به واحد، ثم بالتأكيد لن يجد من عمره وقتا لمعرفة الخير، لأن الشر والعياذ بالله كثر، فلو بقي أحد يتتبعه لا شغل به عمره كله، فإذا به قد عرف كل الشر ولم يعرف من الخير إلا قليلا.
أو لم يعرف منه شيئا والعياذ بالله. فلا بد أننا نعطي الأولوية لمعرفة العقيدة الصافية خالية عن الجدل، بلا نقاش بلا صداع، ثم نعرف بعد ذلك مجمل، يعني الخطوط العامة لأهل البدع، باش لما تعرف ذاك الباب غير تشوف الباب تقول هذا باب بدعة ما تدخلش أصلا وتهنى. العقيدة الإسلامية كما خلفها لنا السلف الصالح هي توحيد الله جل وعلا، توحيده سبحانه وتعالى إيمانا به أولا، ثم إيمانا به توحيدا لربوبيته، ثم إيمانا به توحيدا لألوهيته، ثم إيمانا به توحيدا لأسمائه وصفاته. وأصل هذا الكلام القرآن العظيم والسنة النبوية. نعود إلى ما بدأنا به قبل التفصيل في هذا لنذكر أنواع الاختلاف الذي حدث في عهد الخلف والذي اضطر الناس إلى العودة إلى أصول السلف. هذا الاختلاف أن العقيدة الصحيحة السليمة تفرق حولها الناس بين مؤول وبين معطل وبين مشبه، وعقيدة السلف لا هي تأويل ولا هي تعطيل ولا هي تشبيه. وسأشرح هذا الكلام بأبسط ما يكون التعبير بحول الله جل وعلا. الصفات التي وردت في حق الله سبحانه سواء كانت من أسمائه الحسنى أو مما وصف به نفسه من الأفعال ومما ورد في الحديث من فعل الله عز وجل وتصرفه في الكون من النزول والمجيء والضحك إلى غير ذلك مما سنقف عليه بحول الله في العقيدة الواسطية. هذا الكلام أشكل على كثير من الناس واستغله الخلف من أهل البدع فدسوا فيه أباطلهم. مثلا حينما يصف الله جل وعلا نفسه بأن له يدا كما في قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، وكما في قوله سبحانه يد الله فوق أيديهم إلى غير ذلك. وحينما يصف نفسه بأنه يستوي على العرش الرحمن على العرش استوى وغير ذلك من الألفاظ التي دس فيها أهل البدع ما دسوا. هذا الكلام هذا واش المعنى دياله؟ أنه فعلا له يد كيد الإنسان سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، أم أن كلمة اليد في القرآن وفي السنة لا تعني الجارحة، مش المعنى ديالها اليد وإنما المعنى ديالها القوة كما قاله أهل التأويل، أم أن ذلك مجاز لا حقيقة له أصلا كما قال أهل التعطيل، أم أن له يدا فعلا لكن ليست كيد الإنسان بل ليست كشيء مما يمكن أن تتخيله في عقلك. غادي نبسط إن شاء الله هذا الكلام بالعامية ما يوقعش اختلاط في الدماغ ديال الإنسان. جاءوا بعض الناس قالوا ودي احنا ما نقبلوش أن نقولوا يد الله بالمعنى أنه عنده يد، لأن اليد كاينه غير عند الإنسان وعند الحيوان والطير، إذا اعتبرنا الجناح ديال الطير يدو أو الرجل ديال الحيوان يدو، والإنسان في نهاية المطاف. واليد تدل على التبعيض، التبعيض بمعنى الأطراف طرف، والله جل وعلا لا يتبعض يعني ما كيتقسمش سبحانه وتعالى. فهذا الأمر أربك بعض عقول بعض العلماء قديما وقالوا ما مقصودش نهائيا اليد في هذا الكلام، وإنما المقصود القوة والتأييد والتسديد كما قالوا في قوله يد الله فوق أيديهم، يعني أن الله تعالى كيعاونهم، وفي قوله بل يداه مبسوطتان يعني أنه واسع الرزق واسع الإنفاق، فهي كناية على ذلك. وقال بعضهم بل له يد هي يمين وشمال، وصاروا في ذلك القول إلى نوع من التجسيم، جعلوا الله تعالى جسم بحال الإنسان سبحانه وتعالى. فإذن هذه فرق ثلاثة، وحدين حيدوا له الصفات كاع في اختراع، ووحدين قالوا عنده وجعلوه جسم، ووحدين قعدوا كيأولوا الكلام. أين العقيدة الصافية السليمة من كل هذا؟ كلمة قالها الشافعي رحمة الله عليه ووقف عليها شيخ الإسلام ابن تيمية مدحا
وذلك أنه رحمه الله أي الإمام الشافعي قال: آمنت بالله كما جاء عن الله بمراد الله، وآمنت برسول الله كما جاء عن رسول الله بمراد رسول الله عليه الصلاة والسلام. كلام جامع مانع. وقبله شيخه، قبل من الإمام الشافعي الشيخ دياله الإمام مالك حينما سئل عن الاستواء فقال قولته المشهورة: الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. هذا إذن القرن الثاني الهجري، 179 هجرية هي سنة الوفاة ديال الإمام مالك. بدأت إذن البدع تنتشر، بل كان كثير من أهل الزندقة ينشرون آنئذ بدعهم في المجتمع. العقيدة الإسلامية الصافية أن تؤمن بالله كما جاء عن الله أي في القرآن، وأن تؤمن برسول الله. هنا انتصف الشريط مع تحيات أبو هاجر. وما جاء عنه عن الله أي بما وصف النبي عليه الصلاة والسلام به ربه، بالمراد الذي أراده الله في القرآن، يعني بالمعنى اللي بغاه الله في القرآن، وبالمعنى اللي بغاه النبي عليه الصلاة والسلام في السنة، أي أراده. فين كاين المشكلة؟ المشكلة وتقع اليوم، وها هنا بيان بحول الله. غادي نكملوا يعني هذه المشكلات العلمية ونبين الآن الآثار العملية. فين كاين الأمور ديال التربية والأمور ديال العمل؟ اليوم يتصل بي في أكثر من وقت شباب يعانون من الوسواس، عادات سبحان الله، وخاصة هذه السنة عجيب فعلا. يعني حتى جعلني هذا الأمر أفكر ما الذي حدث للناس هذه الأيام، خاصة الشباب. واحد العدد كبير ديال الشباب وبعض الأحيان فتيات عندهم مشكل ديال الوسواس. كاين اللي عنده مشكل ديال أنه يحدث نفسه بأن الله غير موجود وهو يصلي ويصوم ويعبد الله، والشيطان موسوس له قلبه الله ما كاينش، هكذا يلقي في قلبه، وذاك الشاب مسكين يتعذب. شباب آخرون جاوني يتهمون أنفسهم بالكفر، كيقول هو كافر مع أنه يصلي ويصوم ويحب الله حبا كبيرا. مشكل. وفتيات أيضا الظاهرة تتسع لسببين: السبب الأول غياب تدريس العقيدة الصحيحة في المدارس والجامعات، ما كاين بو عقيدة مع الأسف. برامج الدراسية خالية من المباحث العقدية على الوجه السليم، وأيضا غفلة العلماء في المجتمع عن هذا الأمر. السبب الثاني هذا البلاء الذي سلطه الله على المسلمين من ظلم الكفار ومن التمزيق والفتن التي ظهرت بينهم، ولعن بعضهم لبعض مسلمين، وتكفير بعضهم لبعض مسلمين، وقتال بعضهم لبعض وهم مسلمون مع الأسف. ضغوط وفراغ أدى إلى ظواهر نفسية مرضية. الطبيب النفساني يحار معها، كيعرف فيها ما يعالج، يقول له عندك الوسواس ويعطيه المسكنات باش ينعس. كاين عسكي فيق كيجي عاوتاني وسواس، لأن القضية ليست قضية هدوء أعصاب. شكون اللي كيداويه الكينات؟ كيداوي شي واحد اللي الأعصاب ديالو ترست بتمرة أو بشي قنط، أما اللي العقل ديالو مشتت ما كيداويه شيء الكينات، ما تداويه إلا العلاج بالعقيدة، ولكن بالمنهج التربوي. إلا أعطيتها له عاوتاني فإن قلتم قلنا، غير تزيد تمزق له عقله، يعني بالمنهج الجدلي. أعطيه العقيدة على سماحتها كما هي في القرآن، وصفائها كما جاءت بها السنة التربوية. كل العقيدة في القرآن لها مقاصد تربوية، ولا شيء من أصول العقيدة في الإسلام إلا وله غاية تربوية. هذا الذي يعالج الناس ويداويهم بإذن الله لمن كتب الله له الشفاء. قلت الآثار العملية لهذا أن المؤمن حينما يأخذ العقيدة على صفائها ويتذوق كيف أنها تفتح له باب المعرفة والتعرف إلى الله جل وعلا، يشعر آنئذ بوجوده، يعني كيشعر ماشي بوجود الله صحيح هذا هو الأول، ولكن يشعر بوجوده هو الإنسان. لما كتشعر بأنك أنت موجود، واحد الشاب جاء
اللي عندي في الجامعة وعنده مشكل ديال وجود الله عز وجل، طرحت له سؤالا واحدا: أنت موجود ولا ماشي موجود؟ بهذا نبدأ. فإذا شعرت بوجودك فستشعر بعد ذلك بوجود الله جل وعلا، لأن المشكل اللي وحدث له اضطراب في وجود الله ماشي لأنه عنده مشكل مع وجود الله تعالى، لا، ماشي من هنا المشكل، عنده مشكل مع الوجود دياله هو نفسه. هذاك الإنسان عنده ضعف في الإحساس بشخصيته، اضطرابات نفسية داخلية. حتى إني رأيت ظاهرة عند بعض الناس يظن نفسه ميتا، هو كيأكل ويشرب ويتذاكر معك يقول لك ودي كنحس براسي ميت. هذا مرض، فقدان الشخصية، فقدان الشعور بالذاتية. ولذلك حارب الإسلام الطرقية التي تؤدي إلى المحو، أو ما يسمى عندهم بمقام الفناء والسكر، حيث كيغيب الإنسان على الذات دياله ويقول لا موجود إلا الله. لا، حتى احنا موجودين. الله عز وجل هو الموجد لكل شيء، ونحن موجودون بالعبادة له. وهذا كمال الاعتقاد، أن تشعر بوجودك عبدا لله وليس ندا لله، كما هو الوجود الأوروبي. النصارى شاعرين بالوجود ديالهم ولكن ماشي عباد، لا، كيشعروا بالوجود ديالهم على أنهم متصارعين مع الله تعالى، لأن العقيدة الوثنية اليونانية القديمة هكذا هي، عندهم عقيدة صراع الآلهة والتصارع مع الآلهة في عقيدتهم. لما دخلت المسيحية إلى أوروبا لم تغير من ثقافة الأوروبيين شيئا في الأصل، وبدأ الفكر الأوروبي كيتصارع مع الوجود الرباني مع الوجود الإلهي. ولذلك تلقى في التعبيرات ديالهم يتحدى الطبيعة، وترجمات هذه العبارات العربية مع الأسف كتوجد في الكتابات ديال بعض المسلمين مع الأسف الشديد. الله عز وجل نهانا في الحديث، أي على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام، نهانا عن سب الطبيعة في صورها. سب الريح ممنوع، لا يجوز، منهي عنه في الحديث الصحيح. سب الدهر، لا تسبوا الدهر فإنني أنا الدهر، في الحديث القدسي. وغير ذلك كثير، لأن الله جل وعلا هو الذي يتصرف في الطبيعة، فمن سب الطبيعة فقد سب القدرة الإلهية. ما تسب الرعد، ما تسب الشتاء، ما تسب الشمس، ما تسب الحر، ما تسب البرد، بل احمد الله على كل حال واستعذ به من حال أهل النار. إذن اعتقاد أهل السنة والجماعة من العقيدة الصحيحة أنه ارتباط يربطهم بالله جل وعلا تعبدا وقبولا لما جاء به القرآن والسنة. إذن كيفاش غتتعامل مع نصوص القرآن ونصوص السنة التي تصف الله جل وعلا بما هو معروف في اللغة أن الإنسان يوصف به؟ هنا فاش كاين المشكل عند الناس أو عند بعض الناس. يعني الآيات اللي كتوصف الله تعالى ببعض الصفات اللي احنا كنوصفوا بها نفسنا، بحال اليد والمجيء والضحك. فين كاين المشكل؟ المشكل أن الذين حدثت لهم وساوس كيديروا القياس. هذا هو النقطة ديال الضعف. من هنا كيبدا الشيطان. لما كتسمع يد الله الخيال ديالك كيبدا يخدم. أرسى حبسوا ما تخدموش، لأن ملي كيخدم الخيال اش كيدير؟ كيبدا يتخيل يد على الشاكلة البدنية البشرية. من هذه النقطة، هذه التقيبة اللي كيدخل منها إبليس صغيرة، ويبدا يوسع فيها حتى يبين لك الله عز وجل بصورة تشبيهية. كيوقع الاضطراب في العقل، ويبدأ الإنسان إما في الفقدان، كيبقى يفقد القدرة على التركيز، وذاك هو فقدان الذات، أو في التشبيه، أو في التعطيل، أو في الإنكار والجحود والكفر والعياذ بالله. ما تعطيش للشيطان فرصة، لا تعطي لإبليس فرصة للتخيل والتخيل لذات الله وصفاته سبحانه وتعالى، وإنما خذ ذلك كله. فين ما قرأت شي آية فيها صفة أو فيها توحيد في الربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات، الرحمن على العرش استوى وغير ذلك مما ذكرنا من الآيات والأحاديث، إن الله ينزل في ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا كما في الحديث، ويقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، إلى غير ذلك من الألفاظ التي وردت في الكتاب والسنة. لما تقرأها خذها بهذه الآية: ليس كمثله شيء، ترتاح. ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى،
ليس كمثله شيء. الصورة اللي أعطاها لك إبليس، تخيل اللي خيلوا لك الشيطان، قل له لا، ليس كمثله شيء جل وعلا. هاش كيتسمى هذا تنزيه. هذا هو المشكل. الذين يبحثون في العقائد فيضلون ينقصهم التنزيه، والتنزيه من أعلى مراتب العبادة. نزه الله، والتنزيه أن تقول باللفظ سبحان الله، لأن كلمة سبحان الله تسبيح هي التنزيه. سبحان الله أي تعالى جل وعلا عن أن يوصف بما لا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، سبحانه وتعالى عن أن ينسب إلى النقص، سبحانه وتعالى عن أن تدركه الأبصار، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار جل وعلا، فتجد الراحة في قلبك. ووصف الله بصفات الكمال يعطيك طمأنينة وراحة في الاستناد إليه، لأنه عليم، ولأنه قدير، ولأنه جل وعلا يدير الكون كله، الحي القيوم يدير الكون كله. تجد نفسك في طمأنينة من الرعاية الربانية، كتحس باللي راك مملوك لرب عظيم يدير شأنك ولا يشغله شيء عنك. عنده يبدأ يجيك الخيال ديالك، وهذا أيضا من مستلزمات الاعتقاد المنحرف. بعض الأحيان كيبدأ الإنسان يطلب الله عز وجل شيء، كيبدأ يجيه الشيطان كيقول له أنت دابا كيسمعك الله تعالى، راه رب العالمين راه مشغول بشي واحد راه كيجاوبه من الصالحين، أنت كاع ما صالح، راه ما مساليكش سبحانه وتعالى، أرد بالك. فهذا من القياس الباطل. أنا قلت لكم القياس، ما تديروش القياس. اش كيدير بنادم؟ كيدير القياس بمعنى كيقيس بعقله الذات الإلهية على الذات البشرية. بحال مول البقال كتمشي تشري عنده، إلا عنده الزحام، أفلان أعطيني كذا، أفلان واش عندك كذا، ما سمعك ما شافك ما داها فيك، علاش؟ مشغول بواحد آخر. هذاك البقال بنادم لا يتسع عقله ولا قدرته أن يستوعب خطابين في وقت واحد. لا تقس بشرا على رب البشر، ولا تقس رب البشر على البشر. ما تديرش رب العالمين بحال عبده، العبد ضعيف، ورب العالمين أكبر 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 جل وعلا من أن يوصف بصفات البشر. لما تسمع في القرآن بل يداه مبسوطتان، ما تخيلش الأيدي البشرية، وخذها على لفظها، ما تأولها، ما تبطلها، ما تعطلها، ما تخيلها، بل هي كما أراد الله وكما قصد. وتهنى كانوش الصحابة يبحثوا في هذا الشيء ويبدأوا يفركوا الكلمات ما معناها الذي عند مولاها، وتهنى وترتاح. فله صفات الكمال والجلال والجمال سبحانه وتعالى. هذا يخلي لك راحة، وهذه المقاصد التربوية للعقيدة. أما العقيدة مجردة بلا مقاصد فربما فتنت الناس، وقد شاهدناه. كثير من الناس تفتنوا بالدراسة ديال العقيدة، مش يقرأ العقيدة باش يرتاح، فإذا به تفتن لأنه قرأ العقيدة على غير منهج القرآن والسنة. وإنما منهج القرآن والسنة أن تعرض العقائد كما عرضها القرآن. ولذلك العجيب عند علماء السلف كابن تيمية، وكما هو في كتاب التوحيد لابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، وكما هو في العقيدة الطحاوية قبلهم جميعا، وكما هو عند الأئمة من السلف الصالح من التابعين وأتباعهم، كما عند مالك وعند الشافعي وعند أحمد، كانوا كيعرضوا العقيدة بالنصوص القرآنية والنصوص الحديثية، لأنها نصوص تربوية كتربيك وتهذبك وتشذبك وتربطك بالله كما قصد الله جل وعلا. فإذن لما قال الإمام مالك في عبارته الاستواء معلوم، واحد قال له الرحمن على العرش استوى، كيفاش هذا الاستواء؟ واش جلس على كرسي سبحانه وتعالى؟ جواب مالك قال له الاستواء معلوم، يعني كونه جل وعلا استوى على العرش معلوم. فين؟ في القرآن، أي الآية جاءت هكذا خذها هكذا كما جاءت، ولا تزد وسبح. إذا جاك شي فتنة شيطانية قل سبحان الله،
وسوس لك إبليس، قل أعوذ بالله أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، واعلم أن الله جل وعلا آنئذ يخنس إبليس، وإبليس يفر وما بقيش يضر بك. فإن عاد فعد إلى التسبيح وإلى الاستعاذة بالله جل وعلا. سبح الله. تسبيح شيء جميل جدا، عبادة رفيعة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام له تسبيحات شتى مما ثبت في السنة الصحيحة، منها قوله عليه الصلاة والسلام: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. هذه الأيامات سمعت شي واحد كيقول: اللهم صل على سيدنا محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. قلت في نفسي هذه بدعة حقيقة. منين جت البدعة؟ هذا الكمال المطلق في التسبيح، سبحان الله وبحمده، وفيها مقصدان أصيلان. التسبيح اللي هو تنزيه، يعني كتبدأ تخيل الكون كتبدأ براسك أنت مخلوق وما حولك مخلوق من الشجر والحجر والدواب والحشرات والبحار والسمك والحوت والأرض كلها. والأرض نقطة صغيرة جدا تدور في فلك من أفلاك السماء بين ملايير المجرات. قلت سبحان الله وبحمده فيها معنيان عظيمان: التسبيح، وهو حينما تتخيل الكون نفسك والسماوات النجوم والمجرات تقول في نفسك، وحينما تتخيل، وهنا مزيان تخيل، ها هنا يطلب تخيل أبعاد الكون، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هذه عبادة من أرقى العبادات، لأن ما عندكش القدرة تشوف المجرات البعيدة ولا السماوات، فالسماء لا تظهر، السماء ما كتشوف شيء بالعين، هذا الشيء اللي كتشوفه بالعين إنما هو الفضاء، سدم فضاء. أما السماء فخلق غيبي لا يعلم طبيعته إلا الله. وفي الحديث الصحيح: أطت السماء وحق لها أن تئط، ما بها موضع شبر إلا وملك ساجد يعبد الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. السماء إذن طبقة معينة لا ندري ما طبيعتها ولا شكلها، ولها بابها وعليه حراسه، وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع لنا. هذه العقيدة الإسلامية، خذها من القرآن ومن السنة. فمن يستمع لنا يجد له شهابا رصدا. وسيد النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان طالع في الإسراء والمعراج، جبريل كيدق، فيقال من؟ يقول جبريل. ومن معه؟ يقول محمد. أو أرسل إليه؟ يقول نعم. فيفتح له. تفكر في خلق السماوات والأرض، العقل ديالك والخيال ديالك تبقى العمر ديالك كامل وانت تتخيل، ما توصلش للحد ديال الكون. أبهذا العقل الضعيف تريد أن تتخيل شيئا عن رب الكون؟ هذا الكون وحلك، وحل البشرية من آدم إلى آخر من يكون. وفي البشرية الفيزيائيون والجيولوجيون والفلكيون والأطباء وسائر أصناف العلماء. الأدمغة ديالهم عجزت عن أن تستوعب ذرة صغيرة من الكون، هي الذرة الموجودة في الجسم البشري، ماشي هي الكرة الأرضية. وتريد بعد ذلك أن تعرف شيئا عن ذات الله عيانا. هذا ضلال، بل هذا غرور. فرب الكون إذن أعظم من أن يحاط بالخيال. ولذلك ملي كتحل مع الكون، إذا انصرف ذهنك إلى رب الكون لا تملك إلا شيئا واحدا، هو العجز عن إدراكه جل وعلا. فتقول سبحان الله، تسبيح. فأين تأخذ إذن العلم بالله والمعرفة بالله؟ ترجع إلى القرآن وإلى السنة، لأنما العقل هو الذي يعجز عن إدراكه جل وعلا بدون نصوص، فنأخذه من النصوص، أي نأخذ معاني وجود الله وصفاته وأسمائه من النصوص، ولا يجوز للعقل أن يمضي في ذلك ولا قيد أنملة، لأنه غادي يوحل. التسبيح
الشعور بالعجز، ثم فيه تنزيه وحمد لله، تسبحه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وحمدا له أيضا أن خلقك وكان يمكن أن لا يخلقك، لأنه ما خلقك شيء بزز عليه سبحانه، لا، بل هو عز وجل يفعل ما يشاء ويختار. تا واحد ما كيبزز على رب الكون أن يفعل أو لا يفعل. فإذ خلقك فقد خلقك منة منه وتفضلا، فاحمد الله تسبيحا وتنزيها. وهذا الحمد وهذا التسبيح لا ينبغي أن ينقطع، والعبارات البشرية تنقطع. التسبيح اللي يلقى الله ما خصوش يتقطع هذاك التسبيح، ولكن اللغة اللي كتكلم بها اللي هي لغة بنادم كتقطع، الجهد ديالك فيها ضعيف والجهد ديالها هي ضعيف. النبي عليه الصلاة والسلام اختار لك عبارات جامعة مانعة، منها هذه العبارة التي ذكرنا: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. تسبيح مطلق ممتد امتداد خلق الله، ممتد امتداد رضا نفس الله، ممتد امتداد زينة عرش الله، امتداد كلمات الله، وذلك الامتداد المطلق الذي لا ينحصر. عجيب، يعني العقيدة الإسلامية حقيقة حينما تؤخذ من الكتاب ومن العبارات ديال النبي صلى الله عليه وسلم فيها جمال وفيها راحة، ويجي واحد ويبدل ويحرف ويقول اللهم صل على سيدنا محمد بهذا التعبير، أبدا. بعض الجهال، وقد سألني سائل في ذلك، قال لي ودي أنا باغي نقول اش ظهر لك في هذه العبارة اللهم صل على سيدنا محمد عدد حب رمل القفار، اللهم صل على سيدنا محمد عدد ورق الأشجار، اللهم صل على سيدنا محمد عدد الأقطار والصغار والكبار. يعني بالنسبة لي هذا الكلام ليس قبيحا، باش نكونوا متفقين، ماشي قبيح ولكن ماشي مزيان أيضا. علاش؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا العبارات اللي بغاه هو. قلت ماشي قبيح في حد هذه العبارات اللي ذكرت الآن، أما اللي يقولوا حتى لا يبقى من رحمتك شيء، هذا خطير جدا، هذا خرم في العقيدة، نسأل الله العافية. فرحمته عز وجل واسعة لا حد لها ولا تنفد ولا تنقطع، لكن تعبير بخلقه يعني لا بأس به، ولكن ليس يليق بمقام رسول الله عليه الصلاة والسلام. منين جاء الضعف هذه المرة؟ جاء الضعف أيضا من القياس ومن العقل البشري الضعيف. غير بنادم يخلي السنة ويبدا يخدم عقله غادي يتلف، كيسحب له راه فهم بزاف وما فهم والو. كاين اللي كيجيب له راسو، الناس كيقولوا كيجيب له الله، الله ما كيجيب غير الحق. كاين اللي كيجيب له راسو أن هذيك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم زعما صغيرة ما فيهاش شي حاجة، أنا ندير وحدة كبيرة عدد حب رمل القفار. وما يدريك، هالسؤال شكون علمك كيف صلى الله على إبراهيم وكيف صلى الله على آل إبراهيم؟ واش شفتها أنت بعينيك دير هذيك الصلاة؟ إذا صليت على محمد بعدد حب رمل القفار وبعدد ورق الأشجار، أولا يكون قد صلى الله على إبراهيم وعلى محمد عليهما الصلاة والسلام صلاة تشمل الكون كله، فينا هي القفار وفينا هي الأرض كلها. ولذلك وجب التقيد بالعبارات كما جاءت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، تكون على السنة. قالوا له هذا السلام عليك يا رسول الله قد علمناه، فكيف الصلاة عليك؟ قال لهم قولوا تعليم وإرشاد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وفي رواية في العالمين إنك حميد مجيد. الصلاة الإبراهيمية أرقى وأجمل عبارات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اللي بغى فعلا يتطيب ويتعطر بالصلاة ديال سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، سيد الأولين والآخرين، سيد الأنبياء والرسل. إذن خلاصة الأمر أن قضية العقيدة قضية نصوص ثم قضية فهم للنصوص. شحال من واحد كيأخذ العقيدة بالنصوص ويبدأ يشير على عباد الله، يكفر ويفسق وينفر. لا، العقيدة الإسلامية رحمة، اللي عنده الحق تصوبه واللي غلط تقربه، ماشي كتزيد تجليه وتعاون عليه الشيطان. ولذلك قلت العقيدة الإسلامية تربية تربية تربية.
وما كان النبي عليه الصلاة والسلام إلا معلما مربيا عليه الصلاة والسلام. سنستأنف بحول الله عز وجل في حصة لاحقة. هل يجوز الاستماع لدروس المبتدعين؟ نعم، لكن إذا كانوا من أهل العلم. ممكن تلقى الإنسان مبتدع، وما نبغيش نذكر السميات تجنبا للفتنة. كان عندنا في المغرب علماء يملؤون الدنيا، علماء وعلى بدع في نفس الوقت عندهم بدع. فكان بعض شباب العلم يأتون من المشرق إلى المغرب لتلقي الحديث في المغرب على بعض العلماء الكبار على المستوى العالمي، ومعهم بعض البدع، ولكن يأخذون العلم ويتركون البدع، فلا عيب في ذلك ولا منقصة. لكن طبعا أن يكون طالب العلم على معرفة ببدعته حذرا منها حتى يتلقى العلم فقط، والبدعة واضحة ما غتخلط لك شيء بالعلم. فلذلك خذوا العلم وخلوا البدع. وأعوذ بالله من قلت أنا شخصيا أخذت عن بعض المشايخ من أمثال هؤلاء وغيرهم في فاس وفي غيرها، أعرف أنهم على بدع ولكن عندهم زاد علمي ما نلقاش في المغرب. كان مشي ناخذ العسل ونخلي الشيء الآخر تما. ولذلك يعني الأصل نعم. لكن إذا كان هذا البدعي جاهل أمي مسدود ويجي يقول لك ودي عندي العلم اللدني، هذا إنما عنده الضلال الشيطاني، ماشي عالم سد عليه. العالم راه واضح، ما تحتاج شيء حكم الغناء. هذا الغناء اللي كاين في السوق حرام وانتهى، لأنه أيضا هذا مما نقل عني خطأ. أنا عمري ما تكلمت على هذا الغناء ديال السوق بالإيجاب. هذا الغناء ديال السوق حرام، هذا الوسخ من ملأ به أذنيه فقد ملأها بالقطران. والسلام.